عاينت قناة شوف تيفي مساء اليوم الخميس إعادة تمثيل جريمة القتل والتي راح ضحيتها شاب في العشرينات من العمر بعد تلقيه لطعنات غادرة بحي جميلة واحد قرية الجماعة بالدار البيضاء. خرج من الدار هذاك صلاح الجنوية غادي عنده كتب لي الجنوية عامرة دم وكيشوف فيها كتقطر. فاش وصلت لقيت الاخر كيدير في كرشوها طاح بحالك وقال لي اخويا هشام مشيت صافي. كمل انا نكمل باش ترتاح. خرج باش ترتاح. خرج والله ياخذ فيه الحق بالنار. خرج باش ترتاح. السبب ديال هادشي علاش قتلو ولا شنو دار؟ والو راه كنسمعني هضره خاويه تناقير من الدار كنسمع هذا كينقول وهذا كينقول. خرج لقيته صفاه جا عنده قال لي مات تناقشوا صافي الامور بردات زعما كاين الدري الاخر اللي ضرب جا هنا شي حدا شي كاميو هنا تدرج شي شويه الاخر مشى برك يكمي جا من اللور ويضربوا دوك الضربه اللي ضربوا لهنا طاح. وعن ملابسات هذه الجريمة يقول أحمد محب رئيس فرقة الشرطة القضائية بأمن بالمسيك. هذه القضية بدأت يوم الثلاثاء الفارط حوالي 11 صباحا. توصلت المصلحة بمكالمة من قاعة المواصلات بضرورة التوجه إلى المستشفى المركزي ابن رشد قصد معاينة شخص مصاب إصابة خطيرة بواسطة السلاح الأبيض. تم الانتقال إلى المستشفى المذكور ومعاينة الشخص الذي تبين أنه مصاب ب3 طعنات بواسطة سلاح ميديا أو سلاح أبيض. هذا الشخص وفاته المنية زوال نفس اليوم. انتقال إلى المكان الذي نقل منه الشخص وهو حي جميلة واحد بقرية الجماعة حيث تم التعرف على مرتكب هذا الفعل. عناصر الأمن التابعة لفرقة الشرطة القضائية بالمسيك تمكنت من إيقاف الجاني بمنطقة سيدي حجاج واقتياده للمصلحة الأمنية للتحقيق في دوافع وأسباب هذه الجريمة. تم استخدامه إلى المصلحة وإخضاعه لبحث معمق اعترف من خلاله بالأفعال المنسوبة إليه مؤكدا أنه قام بهذا الفعل نتيجة نزاع سابق بينه وبين الهالك وحزازات سابقة كونه كان يستفزه دائما ويتلفظ بألفاظ نابية تجاهه مما أدى بأن يفكر في التخلص منه. وبالفعل اقتنى قنينة من ماء الحياة المحيا كما كنقولوا واحتسى المحتوى ديالها واتجه إلى بيته وأحضر ميديا كبيرة واتجه صوبه وطعنه 3 طعنات قاتلة ولد بالفرار. هذا الحادث البشع استنكره سكان الحي والذين أكدوا لشوف تيفي أن هذه السلوكات الإجرامية راجعة بالأساس إلى انتشار تجارة الأقراص المهلوسة والكحول وغياب الأمن. حنايا الدرب كامل عاد كيتقرقب وحنا باغي نعرف انايا باغي نعرف شكون كيبيع الفانيد. الله يرحم لكم الوالدين والله حتى في الدرب قرقوا بما كاين لا في التسير لا والو كاين في الدرب عندنا بغينا ناخذوا حقنا حتى حنا غنعودوا شحال مشردين. باش عندنا واحد الظاهره خايبه ديال الفانيد اللي هي الهرواسه وزيد على هذيك الماحيه اللي كيقولها المرنيقه راه ولا بنادم هادشي راه ماشي معقول. هادشي ولا كيقشل في شي واش حنا حيوانات ولا انسان؟ راه خاص الرأي العام خاصو يهضر في هذا الشيء كامل خاص المسؤولين يهضروا في هذا الشيء كامل واش حنا والسلطه خاص كل شيء يخدم. عناصر الأمن اعتقلت كذلك مروج الكحول الذي أمد الجاني بمادة ماء الحياة حيث من المرتقب أن يقدم الاثنان أمام أنظار العدالة لتقول كلمتها فيهما الأسبوع المقبل.